مستمرون معكم وفترتنا المفتوحة بصب عليك، والفترة المفتوحة اللي بننتظرها وينتظرها عشاقنا ومستمعينا كل يوم اثنين، موضوع للمناقشة مع الأستاذ الدكتور مجدي حسن علام. صباح الخير يا دكتور، وكل سنة وحضرتك طيب. صباح الخير يا دكتور محمد، صباح الخير على مستمع الإذاعة التعليمية وجميع العاملين في الإذاعة التعليمية. يمكن النهاردة 18 ديسمبر، اليوم العالمي اللي اللغة العربية، لغتنا الجميلة، لغتنا الحبيبة، اليوم اللي تم فيه اعتماد اللغة العربية كلغة رسمية في الأمم المتحدة عام 1973. خد بال حضرتك، يعني أنا بقول دايما أن اللغة العربية دائما لغة عالمية بتخاطب الروح. اللغة العربية يا دكتور محمد من زمن بعيد ساهمت في الشعر والفنون، لغة ذات قوة كده راسخة، وليها جمالها وليها احترامها وتعمقها في مناقشات عالمية. الفلسفة والشعر بسبب الشعر العربي وتشكيل المعارف. اللغة العربية هي اللغة التي نزل بها القرآن على سيد الخلق أجمعين، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ده حقيقي يعني، وربنا سبحانه وتعالى يعني قال بلسان عربي مبين، يعني قرآنا عربيا. هذه اللغة الجميلة وما فيها من مفردات ليست في أي لغة أخرى. يعني نتمنى تعريب الشارع المصري زي ما حضرتك قلت. يمكن في بعض المحلات اللي تلاقي أسمائها يعني غير عربية، بعض المنتجات، بعض الشباب حتى اللي بيستمع إلى أغاني غير عربية. يعني كان في تراثنا الجميل الفني أعمال فنية جميلة جدا، وقصائد مغناة، وموسيقى جميلة، وموسيقى عربية أصيلة. نتمنى أن نعود إلى لغتنا الجميلة والتعامل والتحدث بها، وإطلاق والافتخار والاعتزاز، وأن نعتز بهذه اللغة الجميلة العظيمة، لغتنا العربية. والله يا دكتور محمد، أنا بستغرب بالمحلات لما بخش محلات الاقيهم مشغلين الاغاني باللغه الانجليزيه او الفرنسيه. اقول له يعني انت فاهم هم بيقولوا ايه؟ ليه الناس اللي بتوجه المحلات دي وبتنزل تفتش عليها لو مش مشغل اغنيه بيديهم عقوبه؟ لا، شغل لغه عربيه. فين الاغاني الجميله بتاعتنا؟ ده احنا كان عندنا البرامج بتاعتنا لغتنا الجميله، وكل ولا تقل، كل الكلام ده كنا بنعرف ازاي نتكلم اللغه العربيه باصولها، وحضرتك استاذنا في اللغه العربيه. ربنا يبارك في حضرتك يا دكتور مجدي. يمكن كان حريص وما زالت الإذاعة المصرية ووسائل الإعلام المصري على أن تبث اللغة العربية الجميلة، وهذا ما تعلمناه من أساتذتنا في الإعلام، الله يرحمه الأستاذ فاروق شوشة وغيره من كبار الإعلاميين اللي علمونا اللغة العربية وكيف تنطق وكيف نتعايش ونتحاور بهذه اللغة الغنية بمفرداتها الجميلة في تعبيراتها، اللي تجد فيها مفردات ليست في أي لغة سوى اللغة العربية. وعشان كده يا دكتور محمد، احنا في الذكرى السنوية 50 لإعلان اللغة العربية زي ما حضرتك ذكرت، لغة رسمية في الأمم المتحدة، واليونسكو يعني أشاد اللغة العربية وتأثيرها على الصعيدين الشعري والفني، واجتمع الباحثين كلهم والشباب ورؤساء وهيئات الدول ان اللغة العربية هي لغة الحوار في الامم المتحدة. وانا بعتز برئيس جمهوريتنا اما بيتكلم في الامم المتحدة وفي كل دول العالم باللغة العربية، وليس زي ما بنشوف دلوقتي محاولات الاخرين التحاور باللغة الأجنبية، ودي أنا برفضها في التعامل مع الآخرين تماما. يمكن النهاردة الشيء الجميل أن جامعة الدول العربية
هتنظم احتفالية النهاردة، احتفالية ثقافية عن اللغة العربية بمقر الجامعة هنا في القاهرة. ويمكن عجبني قوي ان الاحتفالية هيكون فيها محاضرات حول أصول اللغة العربية وتاريخها، وظهور اللهجات المختلفة وتأثيرها وتأثرها باللغات الأخرى، وأيضا أهم التحديات اللي بتواجه اللغة العربية وانتشار ظواهر مختلفة مثل الفرانكو أراب والخط العربي وأنواعه وجمالياته وغيرها يا دكتور، لأن في تحديات بتواجه اللغة العربية زي الفرانكو أراب أو غيره اللي بين الشباب الآن. ما عشان كده يا دكتور محمد دايما بنقول ان المناسبات والاحتفالات الدولية والعالمية دي بتبقى فرصة مواتية عشان نثقف الجمهور بشأن القضايا ذات الاهتمام زي ما حضرتك بتقول الفرنقب. والنهارده بنحشد الإرادة الثقافية والسياسية عشان نعلم الآخرين جمال اللغة العربية، وتعاملاتنا اجتماعيا وسياسيا واقتصاديا وحواراتنا تكون تواصلنا دائما باللغة العربية. يمكن ما فيش لغة فيها هذا الجمال، سواء يا دكتور في نطقها أو حتى في كتابتها. يعني الخط العربي وأنواع الخطوط العربية الجميلة والمعارض، وما تلاقي خط جميل خط عربي بالكوفي أو الإسلامي أو غيره من الخطوط العربية، ما فيش لغة بيتعمل لها معرض للخط غير اللغة العربية وجمال كتابتها يا دكتور مجد. ما عشان كده ربنا شرف هذه اللغة العظيمة الرفعة والشرف في القرآن الكريم. وما أجمل القرآن الكريم بكتابة اللغة العربية والنطق باللغة العربية دكتور محمد. نعم. وليس بعد ذلك أقدر وأعظم من هذه اللغة وعروبتنا المجيدة اللي احنا بنتكلم بهذه اللغة السامية اللي بنحتفل بيها. ليس احتفال فقط بالنسبة لنا كعرب، ولكن احتفال العالم كله بهذه اللغة العظيمة. 28 حرف هي نجوم تسطع في سماء التاريخ، وبتنسج أجمل القلائد وأعظم الأشعار وأقوى الروايات وأجزل القصص والملاحم باللغة العربية. يمكن عشان كده نتمنى أن تكون حواراتنا في الأسرة أو مع الزملاء أو في أي مكان بلغتنا الجميلة اللغة العربية. ده أنا بدعو ذلك دايما الحوار والمخاطبة تكون باللغة العربية، ونبعد عن الدخائل من اللغات الأخرى. محتاجين قوي يا دكتور مجدي واحنا بنتكلم عن الجمال، يكون الجمال كمان في العلاقات والحب في العلاقات والتعامل مع الأصدقاء في العمل، يكون فيه محبة وألفة ومودة، وما يكونش فيه يعني التعامل مع بعض الناس اللي بيبقوا أحيانا تشعر ان هو مستأسد في العمل. ازاي نتعامل مع الزملاء في العمل يا دكتور مجدي؟ والله يا دكتور محمد زي ما انت بتقول بعض المستأسدين اللي بيضروا زملائهم في العمل، الاشخاص اللي بيسعوا دايما لإلحاق الأذى بالآخرين بيسببوا التوتر في جو العمل، ودول ناس ممكن يكون محبطين عندهم غمامة من السلبية، ومبعث السعادة بتكون السبب في مشاكل الآخرين. هو بيبقى سعيد إن لما بيلاقي في مشاكل الآخرين وإثارة غضبهم. ولازم نبقى عارفين إن دول بيحبوا إلحاق الضرر بالآخرين في سمعتهم وفي أقوالهم وفي أفعالهم، ولازم نبقى واخدين بالنا إن إحنا إزاي نتعامل مع هؤلاء، لأن دول بيكون لهم تأثير سلبي على الصحة النفسية في حياتنا يا دكتور محمد. يمكن أحيانا بنخلط أو الكثير منا بيخلط بين الزميل والصاحب والصديق، مع أن في لغتنا العربية كل مفردة لها دلالة خاصة. هناك فرق بين الزميل وبين الصاحب وبين الصديق. الزميل دايما احنا بنقول الزميل يا دكتور محمد شخص بتربطني بيه علاقة عمل ليس إلا علاقة زمالة في المدرسة في الجامعة في العمل، وما بنتحدثش مع بعضينا في العموميات، بنتحدث فقط
عن العمل. أما الصديق هو الصادق معك، هو شخص بنثق فيه، بنقضي معاه أغلب الوقت، بيعرف الكثير عننا، بنتكلم وبنكون صادقين في جميع الأحوال في الحوار معه. أما الصاحب ده اللي احنا بيكون معايا صاحب رحلة، صاحب خروجة، في علاقة ودية أو اجتماعية، بيكون زملاء في العمل أو جيران أو معارف من مدرسة أو شخص بتقابله بشكل منتظم. الصاحب يكون عادة موجود في حياتنا وبنمضي معه وقت، وبس العلاقة بتكون أكتر سطحية، ما بتتعمقش في الأمور الشخصية العميقة اللي بيني وبينه. عشان كده يمكن دايما نقول الصاحب ساحب. دايما في اختيار الصديق برضو يعني مهم جدا ان احنا نختار اصدقائنا، لانه احيانا بيكون اكثر اطلاع على بعض خصوصيات حياتنا. فمهم قوي انك تختار الصديق، يعني ان الصديق على الصديق مصدقه كما يقولون يعني. وعشان كده دايما يا دكتور محمد بنقول ان لازم تخلي العادات بتاعتك بيكون فيها استمرارية في العلاقة الحميدة في التعامل مع الزملاء. نعم. لازم نكون مفيش مشاركة مفرطة في ان انا احكي لهم عن ادق الامور بتاعتي. لازم تخلي عاداتك بتخليك انسان بسيط في العمل، الناس بتقبلك كشخص، مفيش داعي للشكوى الكثيرة. التعبير عن عدم الرضا ده بقى في ناس كتير، بس أنا النهاردة لازم أكون عندي تبرير واضح، لأن أنا لما أشتكي في حاجة معينة عشان ما ياخدوش عني فكرة إن أنا نرجسي. لازم نبعد عن الجزئية اللي احنا بنلاقيها في سلوك غير أخلاقي من الكثيرين، اللي هو الكذب. ودي يعني سيدنا النبي قال فيها فيما معنى الحديث أن المؤمن لا يكذب، المؤمن يسرق، المؤمن يزني، لأن في كل دول لهم عقابهم اللي نزل. أما الكذب أنت هتكذب على أن أنت سرقت أو زنيت أو خلافه. المؤمن لا يكذب. طبعا يعني، وعشان كده يمكن أجمل صفة اتصف بها حتى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم إن هو صادق الوعد، وقالوا حتى قبل رسالته ما جربنا عليك من كذب قط، حتى وسمي أفضل أصحابه أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. أكثر الطرق للإقناع يا دكتور محمد هي الصدق. طبعا. أكثر الطرق لإقناع الزوجة الصدق، أكثر الطرق لإقناع الأبناء الصدق، أكثر الطرق لإقناع المديرين الصدق. لازم يكون الإنسان صادق في تعاملاته، في أحواله، في عمله، وهو ده اللي هيكون فيه نجاح لحياته. نختم حوارنا مع حضرتك ببعض النصائح اللي بتقدمها لمستمعينا هذا الصباح يا دكتور مجدي. نفسي اما نتكلم مع بعض ما نقولش في جملة بتتقال لا حياء في الدين. الصواب ان احنا نقول لا حرج في الدين، لان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان لكل دين خلق، وخلق الاسلام الحياء، والحياء شعبة من شعب الايمان. ما نقولش جملة لا حياء في الدين، نقول لا حرج في الدين. نعم. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني كان أشد حياء من العذراء في خدرها، يعني من البنت. والحياء لا يأتي إلا بخير. والحياء الإسلام 70 شعبة، والحياء شعبة من الإيمان زي ما قال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. وده حديث رواه البخاري ومسلم. وأنا بعتز جدا إما نقول لا حرج في الدين ولا تقل لا حياء في الدين.
شكرا جزيلا لحضرتك يعني، وهذا الحوار الممتع، وكل سنة وحضرتك طيب ومستمعينا بخير وسعادة. اليوم العالمي للغتنا الجميلة، اليوبيل الذهبي لاعتماد اللغة العربية لغة في الأمم المتحدة. شكرا جزيلا، دائما نستمتع مع حضرتك دكتور مجدي حسن علام. شكرا. شكرا يا دكتور محمد، شكرا لجميع العاملين في الإذاعة التعليمية وجميع مستمعي الإذاعة التعليمية، شكرا لكم جميعا. شكرا أعزائي المستمعين، وبحوارنا